النهارده بقى يا جماعه هحكي لكم حكايه توري لك قد ايه البني ادم ده ما عندوش رحمه وما عندوش دم وما بيحسش حرفيا. في 1893 في نيو مكسيكو، بالمناسبه ده كان وقت الصيادين او الهانترز في اقصى نشاطهم، اللي هو نقعد نقتل في مخلوقات ربنا كده فور فن. كان في وولف او ذئب مشهور جدا في المكان ده، لان حرفيا الصيادين ما كانوش عارفين يصطادوه. الولف ده كان ذكي جدا جدا وكان اسمه لوبو. وسايد نوت، معلومه بسيطه قوي عن الذئاب، هم عندهم ولاء عنيف جدا جدا لابعد مدى. في مرات كتير قوي الذئاب كان بيبان عليها اعراض اكتئاب لما الميت او ازواجهم يموتوا. المهم الصيادين حرفيا حطوا لوبو في دماغهم لغايه ما جه ارنست سامثون ساتن. الراجل ده لاحظ ان لوبو معاه شخصيه مهمه جدا وهي بلانكا حبيبته. قرر انه هيصطاد بلانكا ومن خلالها يصطاد لوبو، وفعلا بلانكا وقعت في الفخ ده، وما راحوا عشان يجيبوها لوبو كان قاعد جنبها وجري اول ما شاف الصيادين. الابشع ان هم حرفيا قتلوا بلانكا قدامه. لمده يومين بعد ما قتلوها فضل لوبو يبكي زي ما حكى عنه ارنست. في 31 يناير 1894 اصطاد ارنست لوبو بريحه بلانكا، ومن حنيته عشان هو طبعا راجل حنين جدا جدا يعني ما قدرش يقتل لوبو. لوبو بقى حرفيا رفض الاكل ورفض حتى ان هو يبص للصيادين، وبعد 4 ساعات مات. الحكايه دي حكاها ارنست في كتابه وايلد انيمالز اي هاف نون. وبالمناسبه يعني هو غير وجهه نظره، هو بقى شايف ان احنا مش المفروض نقتل الحيوانات. مش بقول لا تعطف على الحيوانات ولا حتى تحبهم، انا بس بقول سيبهم في حالهم، ما تجيش ناحيتهم. الرحمه دي صفه انسانيه وعدم وجودها يدل على خلل، وبس كده.